بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقولك بقى ازاي بمعلقتين لحمة تعملي الصينية المحترمة دي. كل صينية منهم ما خدتش مني غير معلقتين لحمة بس. انت متعودة مني ان انا بحط في الكيس اقل من ربع كيلو لحمة، وربع كيلو اللحمة معلقتين يعني. هنشوف مع بعض ازاي النهاردة ب4 معالق بس عملنا الصواني الجميلة دي، طعم وريحة وفي منتهى الجمال والله، واقتصادية، وإن شاء الله هتعجب كل اللي هيدوقها. شايفة الجلاش جميل إزاي؟ في منتهى الجمال. هقولك على تكة فيه هتخليه كريسبي من بره ومقرمش ومن جوه جميل جدا. في حلتين على النار، وهحط في كل واحدة بصلايتين كبار، وكل واحدة منهم هحط فيها معلقتين من المادة الدهنية، وهقلبهم لحد ما البصل يدبل معايا. سامحوني على الصوت، انا تعبانة، ولكن حبيت ان انا برضو انزل لكم الفيديو زي ما تعودنا في قناتي كل يوم وصفة. بصي، معلقتين لحمة. اول ما البصلة دبلت معايا نزلت في كل واحدة منهم بمعلقتين من اللحمة اللي انا بحطهم، وافردهم في الكيس زي ما انت اتعودتي معايا. بعد كده هحط على كل واحدة منهم معلقة من القرفة وربع معلقة من الفلفل الأسمر. يعني أنا عاملة صاج جلاش، انت عارفة المجموعة بتاعت الصاجان اللي هم ال3 في قلب بعض. الصاج المتوسط عاملاه مكرونة، والصاج الكبير خالص عاملاه جلاش، والاتنين فيهم لحمة في منتهى الجمال. ليه؟ احنا كترنا البصل، يعني انت هتكتري البصل اللي انت هتحطيه بصلايتين كبار، وممكن كمان تستخدمي 3 بصلات. بعد ما خلصنا العصاج بتاع المكرونة وبتاع الجلاش، هنبدأ ندخل على البشاميل. البشاميل عبارة عن 5 معالق من الدقيق و5 معالق من المادة الدهنية. هقلبهم مع بعض لحد ما ريحة الدقيق تطلع معايا. هنزل عليها بلتر من اللبن بارد من التلاجة. عايزة تعملي بشاميل كريمي وما فيهوش تكتلات، اتبعي الخطوات اللي انا بقولك عليها. شايفة اللبن بفضيه من الكيس يعني بارد. وكمان هحط عليه حوالي نص لتر من الشوربة. كان عندي شوربة بتاعة لحمة كنت عاملاها قبل كده، زي ما اتفقنا ان احنا بنحتفظ بالمرقة دايما في اكياس وبنشيلها في الفريزر. يوم زي كده مش عايزة اعمل فيه لحوم، خلاص انا بطلع الكيس من التلاجة واستعمله عادي خالص. هضيفه على البشاميل وهفضل اقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتماسك معايا. في الوقت دوت هحط كيس من المرقة وملح وفلفل اسمر، وكمان كان عندي حتة من الموتزاريلا هضيفها عليها، بتدي القوام بتخلي القوام بتاعها جميل جدا والطعم في منتهى الجمال. ولو مش عندك الموتزاريلا ممكن تستغني عنها خالص. كيس الشوربة اللي احنا حاطينه كفيل بانه هو يودي الطعم بتاع المكرونة في حتة تانية. بصي، يعني اقل من ضمة الايد. بعد ما خلصت البشاميل والعصاج هبدأ اسلق المكرونة. زي ما اتفقنا المكرونة دي اخر حاجة بتتعمل علشان ما تلزقش منك في بعضها، وعلشان ما تضطريش ان انت تغسليها بالمية بعد ما تسلقيها، لانك لما بتغسليها كل الفيتامينات اللي في المكرونة بتنزل اصلا، فيبقى ملوش لازمة احنا نسلقها اخر حاجة علشان تفضل بالقوام بتاعها. وفي المية بتحطي معلقتين من الزيت علشان ما يخليهاش تمسك منك في المية. بعد ما سلقتها بالمنظر ده هنزل عليها بكبشتين كبار كده من البشاميل، بحيث ان انا اغلفها بالبشاميل. وكمان هحط كبشتين زيهم كده في الصاج. بصي، ده الصاج المتوسط. هحط نص المكرونة من تحت، وبعدين هضيف عليهم
اللحمة اللي انا معصجاها، وكمان هخلي من اللحمة حوالي معلقتين هركنهم على جنب هعمل بيهم سمبوسة. يعني انا كمان ما خدتش الكمية كلها وحطيتها في الصاج. بصي والله الصينية مليانة وفي منتهى الجمال. بعد كده هنزل بباقي الكمية من المكرونة واغطيها بالبشاميل وادخلها على الفرن. مش هحط حاجة على الوش لان انا حاطة موتزاريلا فيها، وحتى لو مش حاطة موتزاريلا هتاخد معاكي وش وهتبقى في منتهى الجمال. شايفة؟ تغرقيها بالبشاميل، ده اللي بيخليها جوسي معاكي وجميلة جدا. يعني كل ما تاخدي شوكة كده تلاقي البشاميل سايح عليها في منتهى الجمال. لما بتبرد انا ما بحبهاش، يعني انا من الناس اللي بتاكل المكرونة وهي سايحة. مجرد ما تمسك مع بعضها وتطلع قطعة كده ما خلاص انا خلاص كده انا اكتفيت. يعني الولاد عندي سخنوها وياكلوها لحد اخر حتة. الصاج الكبير زي ما اتفقنا كده، يعني حتى انت تلاحظ ان لفة الجلاش قصيرة عليه، فانا هبدأ احط ورقة من هنا وورقة من هنا لحد ما اخلص نص الكمية بتاعت لفة الجلاش. وبعدين نحط اللحمة في النص ما بين كل طبقة والتانية. بحط لها مادة دهنية، المادة الدهنية اللي انا عاملاها معلقتين سمنة وعليهم معلقتين زيت. ركزي معايا بقى في الجلاش عشان في تكة كده هنعملها هي اللي هتخليه مورق معايا وكريسبي وجميل. بصي حطيت الكمية على الصاج وبفردها بحيث ان هي تغطي الصاج كله. يبقى انا كده ب4 معالق من اللحمة، يعني بأقل من نص كيلو لحمة مفرومة عملتلك صينيتين من جلاش ومكرونه بالبشاميل، وكمان عملنا معاهم هنعمل سمبوسه دلوقتي وهتبقى في منتهى الجمال. عندي شويه موتزاريلا وجبنه رومي من اللي انا مقطعاهم للسمبوسه، حطيت منهم على الوش. سامحوني على الصوت، واضح ان انا تعبانه طبعا. ادعوا لنا بقى ان ربنا يشفينا. كده انا بحط الكميه اللي باقيه من لفه الجلاش كلها وهروح مدخلاها الفرن تتشمع، وبعد ما تتشمع هقولك هعمل فيها ايه. بس كده احط اخر طبقة، وبعد كده هروح مدخلاها الفرن تتشمع بس. على بال ما هي تتشمع، كوباية كبيرة من اللبن هكسر فيها بيضتين، وهحط عليها ربع معلقة من الملح، أقل من ربع معلقة من الملح عشان ما تبقاش مالحة معاكي، وكمان فلفل أسمر. والتكة اللي أنا بقولك عليها هتحطي معلقة من البيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر كبيرة، وهتقلبي الخليط ده كله مع بعضه. واول ما تتشمع الصينيه تطلعيها من البوتاجاز، تحطي عليها الصوص ده
وتقطعيها وتدخليها الفرن، هتلاقيها مورقة وهتلاقيها في منتهى الجمال. بس كده هنفضيها. بص الصينية اتشمعت معايا ازاي. على طول هروح نازلة بالخليط بتاعي وهسقيها بيه كله كده، اميلها كده من كل اتجاه لحد ما تشرب الصوص كله، واقطعها كمان علشان يدخل ما بين القطع. ممكن نعمل أكلات اقتصادية وموفرة، وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا ولا أولادنا من إن هم ياكلوا البروتين، ومش لازم الكميات تبقى كبيرة. يعني صينيتين زي دول والله كلوا وفاض منهم، يعني فاض منهم ما قدروش يخلصوهم. وجبة تكفي أكتر من 6 انفار. شايفة؟ بعد كده خدنا بقى حوالي نص لفة من الجلاش دوت كده، البرتقان بالجزر اللي كنا فرزناه مع بعض قبل رمضان، وعملنا بيهم السمبوسة مع الجبن وقليناهم في منتهى الجمال. وبس كده، ده كان الفطار بتاعنا. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.